مساء الخير. اسهل طريقه لعمل الحمام الكداب المحشي رز بخلطه رهيبه ومش هيفك منك وفي دقايق هتعمليه. والله سهل جدا. جبت اوراق الفراخ المخليه وعملت منها احلى اكله، وحشيت الاوراق المخليه احلى خلطه رز رهيبه وطلع روعه بجد، هتعجبكم جدا. وعملت في الخلطه تكات وحركات وديتها في حته تاني خالص بجد. احنا في فيديو النهاردة أبدعنا وعملنا حاجات جميلة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي علا، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بجد طلع رهيب والرز طلع مفلفل. ويلا بينا على الوصفة ونشوف عملنا التكات والحركات والإبداع بتاع النهاردة ازاي. معايا 2 كيلو أوراق مخلية، أنا جايبها من الفرارجي مخلية كده زي ما انت شايفة، هو خاليها لي. معايا بقى أول حاجة تركاية كده نبتدي بيها الخلطة الجميلة اللي هنعمل بيها الأوراق قبل ما نحشيها. معايا هنا طماطميتين، ومعايا بصلتين، ومعايا قرنين فلفل، ممكن حامي وممكن بارد. معايا 3 فصوص توم مهروسين. حطيت التوابل، فلفل اسود، شوية بهارات، حطيت شوية بابريكا، هحط شوية قرفة. طبعا الوصفة بتاعتنا الخلطة بتاعت الرز هنحط فيها قرفة النهاردة، وهنحط الملح ضربناهم، وهنحط الملح مع بعض ونقلب كده. الكلام ده كله هنملح بس كويس، عشان انت عارفة ان الفراخ بتحب التمليح، يعني تحبي تملحيها كويس كده. وهنمسك بقى الفراخ الاوراق بتاعتنا ديت، نتبلها بالخلطة بتاعتنا الجميلة ديت، من ورا ومن قدام ومن تحت الجلد ومن عند الدبوس تدخلي فيه برضو. طبعا ما فيهاش عظم خالص، فاللحم كله انت بتتبليه بالتتبيلة دي، فبتتشرب، بتسيبيها ساعة ساعتين حسب ما انت اول حاجة تبدأي بيها التتبيلة بتاعت الفراخ دي. على ما تخلصي حاجتك والخلطة وكل الكلام ده تكوني اتشربت كويس جدا، فبتدي طعم هايل بجد. تركة مهمة جدا جدا وتحفة، وهتعجبكم جدا ان شاء الله. وكملوا معايا الفيديو لان فيه حاجات ابداعات جاية كتير. هنا تبلت الاوراق كلها زي ما انت شايفة، من ورا ومن تحت الجلد، وشربتها كده بالتتبيلة. واحاول كده ادلكها زي ما انت شايفة، اعمل لها مساج كده وهركنها على جنب. خلاص كده كنت تبلتها كلها. ونيجي بقى نعمل خلطتنا الجميلة الروعة. بجد أبدعنا فيها. هنحط شوية زيت ذرة ومكعب من الزبدة أو سمنة حسب اللي موجود عندك، وهنسيح بس الزيت طبعا عشان ما يخليش الزبدة تحروق. فهننزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات زي ما انت شايفة، وهنصفرها بس. ومعايا هنا كان كبدتين وقناصتين قطعتهم، طبعا نزلت بالقناص الاول، اديته تشويحه مع البصل اول بس مصفر كده، وبعد كده نزلت بالكبده وهديهم تشويحه. احط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، شويه بهارات، هنشوح. لا انا حطيت الفلفل الاسود لسه، ما حطيتش البهارات. وهنزل بقى بفصين توم مهروسين زي ما انت شايفه كده، وهقلب. ده برضو بيعلي التست معايا قوي قوي قوي. ادي هنا نزلنا بشويه البهارات، ونزلت هنا ببابريكا، ونزلت بقرفه. زودي بقى القرفه حسب ما انت ما بتحبي، طبعا زوديها بتبقى تحفه. انا بحب ازودها. هنا الريحة بقى، شمي الريحة. كل ورك عليه ربع كوباية رز. انا حطيت هنا كوباية ونص من الرز. هنا بقى معلقتين من الخلطة اللي انا عملتها بتاعت الوراك لو انت فاكراها، نزلت عليها برضو مع التتبيلة، علت معايا التست جامد. نزلت بالملح، قلبت الكلام ده كله تشويح 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 زي ما انت شايفة كده ايديا فيها بجد. ادت طعم هايل بجد. ولسه هنعمل كام تركة دلوقتي هتشوفي معايا.
وكملي معايا لنهاية الفيديو، لان في النهاية خالص حاجات جميلة جدا. معايا هنا نص كوباية من المية، نزلت عليها وبصي شوحت فيها ازاي، وطيت هنا النار عشان مش عايزة الرز يستوي طبعا جامد، انا عايزاه يستوي نص سوا، مش عايزاه يستوي جامد ولا يبقى مستوي خالص. بالعكس هنا هننزل بقى برضو بتركة مهمة جدا، هننزل بشوية دبس رمان، وهننزل بشوية صويا صوص، برضو ده على التست معايا جامد جدا. خلى بجد التتبيلة دي، الخلطة دي راحت في حتة تاني خالص. وهنا بقى كان برد شوية، كان استوى كده نص السوا الرز. وجبت هنا زي ما انت شايفة الورك كده كان اتشرب بقى من التتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها له دي. وجبت الرز بقى وبدأت احشي الرز في الورك زي ما انت شايفاه كده. وبدأت اجيب الجلد عليه من اليمين والشمال. طبعا انت بتقول الفرارجي انا عايزه الوراك مخليه اعملها حمام كداب، فبيحافظ لك على الجلد عشان تعرفي تقفلي معاكي. هنا الطريقه بقى الجديده والسهله جدا ان احنا نقفل بقى ولا بخله ويفرقع مننا ولا يفتح مننا. جبت هنا استرتش صحي للاكل، ده صحي للاكل. لفيته كده زي ما انت شايفه كده، هعمل معاكم اهو واحد تاني. لفيته في الاسترتش كده وقفلته جامد كده، من الناحيه دي برمته جامد ومن الناحيه دي برمته جامد. وهنا حشيت برضو الرز وقفلت هنا الجلد على بعضه كده زي ما انت شايفه. ورحت جايبه الاسترتش حطيته هنا على الرخامه، انا هنا كنت بعدل لكم اهو الصوره. وحطيت الورك وقفلت اهو الجلد على بعض. وجبت الاسترتش بقى ولفيته كده زي ما انت شايفه رول كده، ومشيت كده برول. ومن الجناب كده رحت متكيه وقفلته بالمقص. بقيت اقطع الطرف كده وابرم وابرم بالظبط. نجيب بقى الاسترتش، وقلت بقى مش لازم الطبق، رحت قلت احط على الاسترتش على طول يسهل عليا، واحشي على طول واقوم لفه الرول على طول، بدل ما اخد من الطبق وانزل على الاسترتش. لا قلت لا، خليني في السهل. واقفل كده، حطيت الرز واحط طبعا في الدبوس من جوه، تحشي الدبوس من جوه كده، وتقفلي الجلد كده على بعضه، وتقومي ماسكه الرولس الاسترتش تقفليه وتلفيه زي ما انت شايفه كده. ومن الجناب برضو تبرميه من هنا وتبرميه من هنا. بصي بصي بجد عملت معايا بقى، عملت الكميه كلها هنا. وجيت بقى عشان خاطر برضو الاستريتش ما يفكش مننا، جبت الورق طبعا لو انت حطيتيه عليه على طول طبعا ده مش صحي، بس هو مش هيخش لان انا دخلته الفرن زي ما انت شايفه كده. جبت قطعت على قد الرول من السلوفان ده، وبرمته برضو من الجنب ده ومن الجنب ده، وحطيته في الطاجن زي ما انت شفتي كده. وهنحط بقى شوية ورق راورة، وهنحط شوية حبهان، وهنحط قرنفل، وهنحط كوبيبة صيني، كل التوابل الناشفة اللي عندك. وهحط شوية فلفل اسود، ما كانش عندي حصى خالص، رحت حاطه فلفل اسود عادي، ورحت حاطه ملح بس كده. وهننزل بقى عليه بكوبايتين او كوبايه ميه من ميه سخنه. دي كانت في حدود كوبايه ونص كده ميه سخنه. وهندخله الفرن. بصوا هنا كان طلع اهو من الفرن، هنفكه معاكم اهو دلوقتي. اطلعه بقى من السلوفان ومن الاسترتش. بجد طريقه طلعت سهله جدا 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 ومخدش معايا وقت خالص. وهنا لفيت اهو السلوفان وفتحت هنا الاسترتش. بصي بفتحه ازاي، هو مغلق خالص، ما طالش السلوفان، ما طالهوش من جوه خالص ولا اي حاجه. وبصي هو نزل الميه بتاعته، شايفين ازاي في السلوفان، يعني السلوفان ما دخلوش اللي هو الخارجي ده.
وهنا جبت بقى الخلطة اللي هي التانية، جبت شوية كاتشب، وحطيت فلفل اسود وشوية زيت وشوية ملح، وحطيت بقى ايه عملت الوش بتاعه. ممكن تحطي صلصة على فكرة بديلة الكاتشب، وشوية زيت وشوية ملح وشوية فلفل اسود بس فقط لا غير، وتلمعي الوش كده زي ما انت شايفة، وندخله على الشواية. بصي طلع رهيب، هنا كان طلع بجد طلع تحفة، وما خدش معايا تعب خالص، ولا قلي ولا تحمير ولا الكلام ده خالص، والرز طلع مستوي ومفلفل. ودي اسهل طريقة لعمل الحمام الكداب، وما خدش وقت خالص. وبس كده، ما تنسوش اللايك، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.